من النهاردة بقى في سياسة جديدة. من النهاردة بقى في موضوع جديد خالص. بدل هنبني وهنعمر، هنخرب وهندمر. كل ده ليه؟ كل ده لان انت اصبح ان الامور بتاخدها بطريقة سلسة ومرنة، بطريقة اصبح ولا ينفع تتفوت ولا تتهاون فيها، بطريقة اصبح ان انت ولا فارقة معاك كل اللي بيحصل، بطريقة اصبح ان كل الامور اللي وجدت من حواليك هي ولا فارقة معاك. عارف لو فارقة معاك هتقف وهتتكلم وهتقول لابنك لا او بنتك لا ما تعمليش، لازم تقفي، لازم تقف عند الحتة دي، ما تعملش اكتر من كده، انت ده صح ده غلط، اعمل ده ما تعملش ده. كل ده انت فين دورك؟ فين دورك كأب؟ فين دورك كرب أسرة؟ انت فين من كل ده؟ انت ولا ليك وجود، انت وجودك من عدمه اصلا. كونك ان انت تسيب الدنيا كده سداح مداح عاطل في باطل، كل الامور هتسيبها من حواليك مش هتبقى موجودة اصلا. عملت غلط تمام، عملت صح لا تمام. بالعكس، فين الصواب وفين العقاب؟ فين الصح وفين الغلط؟ انت فاهم يعني ايه اللي انا بقوله لك؟ انت مدرك يعني ايه مدى خطورة الامر، مدى خطورة الموضوع؟ لو انت مدرك الكلام ده ومستوعبه وفهمه كويس، هتتعلم من اللي انا بقوله لك. ومش محتاج ان انا اطلع اقول لك، هي امور بديهية، مش محتاجة اي كلام ولا محتاجة كتر كلام. لازم تفهم ولازم تستوعب ان انت كلكم راع. ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. انت رب اسرة، رب أسرة يعني ليك دور وليك كيان وليك وجود وليك شخصية. لكن كونك ان انت تشوف الغلط وما تقيموش، تشوف الصح وما تقولش اه ده تمام، بالعكس. انا يعني عايز اقول لك انت تحسد على اللي انت فيه، تحسد على الامور اللي انت فيها ومدى قد ايه استهتارك ومدى قد ايه استهزائك باللي انت فيه، او اللي انت عادي الموضوع بالنسبه لك عادي، ولا يفرق معاك اي حاجه، ولا يفرق معاك ان ابنك يغلط، ابنك يعمل الصح. ما قيموش، ما تقولوش لا ده صح وده مش صح. انت فاهم كل ده ممكن يوصلك لايه؟ انت فاهم كل ده ممكن يخليك فين حته او يخليك في مكانه عامله ازاي؟ كل ده النهارده اصبح سبب وجود وعامل رئيسي ان انا ابني موجود وبيعمل كل ما بداله، كل اللي هو عايز يعمله، وانا كأب ماليش دور. انت فين؟ انت فين كأب؟ وفين دورك في الحياة؟ وفين دورك في المجتمع؟ انت كده اصبح ولا ليك لازمة ولا ليك اي اهمية. ليه ولا ليك لازمة ولا ليك اهمية ولا ليك كل ده؟ انا ابني غلط مرة واتنين وتلاتة وما قيمتش الغلط بتاعه. طب ادي لما غلط وصلك لمكان ووصلك لنقطة تكاد تحسد عليها، وتكاد ان الدنيا كلها ممكن تتكلم عليك انك انت حرام يتذكر اسمك كراجل. ليه؟ لاني كم هزار وضحك ولعب ادى الى حياة فين؟ ادى الى انتهاء حياة بني ادم. ليه انا مش قادر اقول لك غير حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص ما بيتقيش ربنا في اللي ربنا رزقه فيه وكرمه بيه. الناس اقسم بالله بيعيشوا العمر كله ولا معاهم ضفر عيل. انت في لحظة تكون انت سبب، انت وابنك او غيرك في انتهاء حياة بني ادم. ده ازاي يعني؟ ازاي الموضوع ده؟ وازاي كلنا ممكن نسكت عليه، او ازاي كلنا ممكن نتهاون فيه او ممكن نعديه؟ كل الاسف وكل الحزن، وانا يعني انا خالص التعازي وخالص المأساة، وبقول ربنا يصبركم ويعديها على خير، ويعدي الفترة دي على خير علينا وعليكم، لان فعلا الموضوع صعب. الموضوع صعب، وانا مش طالع اقول لك كده بواسيك بس، لا، انا طالع اقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص وفي كل بني ادم ما يتقيش ربنا في النعمة اللي تحت ايده، ما يتقيش ربنا في الرزق اللي ربنا رزقه له. انت ربنا كرمك ورزقك بطفل، يبقى احسن تربيته، لازم تحسن تربيته، لازم تبقى انت عارف بتربيه على ايه، لازم تربيه على المبادئ والقيم والاخلاق. مش تكون سبب ان انت بسوء تربيتك وبسوء حسن معاملتك معاه وبسوء كل اللي انت بتعمله، ان يطلع بدل ما يطلع زرعة كويسة
ونبتة كويسة يطلع أسوأ منك؟ غلط. كل ده ملوش صحة من الأساس. هقول لك تاني، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فين من كل ده؟ فين باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله عليه الصلاة والسلام؟ فين احنا؟ فين من كل ده؟ احنا ولا توجدنا ولا تذكرنا بأي شيء. ده الرسول صلى الله عليه وسلم موصى على 7 جار. انت بدل ما انت رايح تتوصي وتعمل باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، رايح انت تدمر 7 جار. وكل ده ليه؟ كل ده عشان انا ما احسنتش تربيتك. كل ده عشان انا ما احسنتش التصرف. كل ده عشان لما ارجع لك ابنك بجنيه زياده او ربع جنيه زياده او 5 جنيه زياده او 10 جنيه زياده او ما شابه ذلك، او بالنقص او بالزياده، ما جيتش قلت له انت ده جايبه منين؟ تعالى يا حبيبي قول لي انت عملت ايه. كل دي امور بترتب عليها التربيه وحسن الاخلاق. فين انت من كل ده؟ انا مش لاقي كلام اقوله لك، بس عايز اقول في نهايه كلامي، كلنا مسؤولين عن تربيه اطفالنا. كلنا لازم نحسن تربيه اطفالنا. كلنا لازم نقايم اطفالنا ونقول له ده صح وده غلط. هو طفل، لو انت ما قيمتوش مين هيقيمه؟ لو انت ما عدلتش منه مين هيعدله؟ استحاله تلاقي حد يعدله غيرك. اذا كان الاب متهاون ومتساهل في الامور كلها وفي الصح وفي الغلط، مين ممكن يعمل كده؟ ممكن يقرب منه وممكن يضمه على صدره ويقول له لا اعمل كذا وما تعملش كذا. بالعكس، انت اديت له فرصه لصاحب السوء ان هو يلعب في دماغه ويخليه يروح لابعد مما تتخيل. انت سبت مجال لناس تخش وتلعب وتتوغل في دماغه. سبت مجال لناس ممكن تديه حجم اكبر من حجمه، سواء كان في الحلو وفي الوحش. ليه ما تبقاش انت اللي تقيم وانت اللي تعدل وانت اللي تظبط كل ده؟ اصبح ان انت لو قيمت وعدلت مش هتلاقي حد اصلا يعرف يلعب في دماغه. من رابع المستحيلات، استحالة تلاقي حد يعرف يلعب في دماغه، لانك انت قيمت وعدلت وظبطت الاسس. انت بتبني عمارة، يا ظبطتها من تحت كويس يا طلعت على مفيش. طلعت على مفيش هتقع ومش هتلاقي حد يسندها. خلاص هتقع وهتدمر كل اللي حواليها، لاني ملهاش قواعد ولا ليها اسس ولا ليها سملات. انا بكلمك اقسم بالله وانا موجوع قلبي على اللي احنا فيه وعلى اللي احنا وصلنا له. احنا وصلنا لامور تكاد تكون صعبة، تكاد تكون حزينة مؤسفة. فليه كل ده؟ ليه كل اللي احنا بقينا فيه؟ ليه انا ما خليش بالي وانت تخلي بالك وانت تحسن تربيتك وانا احسن تربيتي؟ ليه ما نقيمش الغلط؟ ليه ما نجيش عند الغلط ونقول لا ده ينفع يتعمل وده ما ينفعش يتعمل؟ ليه كل ده بقينا وحشين قوي كده؟ ليه ما نخافش بعضنا على بعض ونحب بعض ونهتم ببعض ونقول كان الله في عونك وانت تقول لي كان الله في عونك، كلنا نخلي بالنا من بعض؟ ليه ما بقاش فيه الكلام ده؟ انا عاجز عن الكلام ومش لاقي حاجه اقولها. خالص التعازي لاهلي واخواتي وحبايبي، وربنا يصبركم ويعديها على خير ان شاء الله.